خبر تيفي، للخبر بقية. إليكم مشاهدينا أهم عناوين أخبار اليوم. الدخلة تحتضن الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وسيراليون. المغرب يفاجئ روسيا ويقوم بهذه الخطوة الكبيرة. المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك ليصلك آخر الأخبار المغربية. الدخلة تحتضن الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وسيراليون، حيث انعقدت اليوم الجمعة بالدخلة أشغال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وسيراليون برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيراليوني ديفيد فرانسيس. وشكلت هذه الدورة مناسبة لبحث ومناقشة آفاق جديدة لتعزيز علاقات التعاون بين المغرب وسيراليون، وفرصة لإرساء شراكات مثمرة في العديد من المجالات، انسجاما مع رؤية وتوجيهات قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس جوليس مادا بيو. وأكد السيد بوريطة في كلمة بالمناسبة أن هذه الدورة الثالثة للجنة المشتركة تأتي في إطار دينامية جد إيجابية تطبع العلاقات بين البلدين الصديقين في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن اللقاءات المتواصلة والزيارات بين الجانبين مكنت من إعداد مجموعة من الاتفاقيات التي سيتيح تفعيلها تسهيل عمل الفاعلين الاقتصاديين، وبالتالي المساهمة في الارتقاء بالتعاون الثنائي. وأبرز في هذا الإطار أهمية الاستفادة من الإمكانيات والفرص الكبيرة التي تتيحها العلاقات بين المغرب وسيراليون، لا سيما في مجالات التبادل التجاري والفلاحة والمعادن والبنية التحتية، معربا عن أمله في أن تشكل هذه الدورة منعطفا في مسار العلاقات الثنائية وترجمة للصداقة والتضامن والتعاون في إطار مشاريع عملية ومبادرات ملموسة بين الجانبين. وبهذه المناسبة جدد السيد بوريطة الشكر والتقدير لسيراليون لمواقفها الثابتة من قضية الوحدة الترابية للمملكة، مؤكدا أنها كانت دائما مواقف واضحة تجسدت من خلال فتح قنصلية لها في مدينة الدخلة، وأيضا الدعم الذي تقدمه سيراليون للمملكة في كل القضايا وفي جميع المحافل الإقليمية والدولية حول قضية الصحراء المغربية. المغرب يفاجئ روسيا ويقوم بهذه الخطوة الكبيرة. أفادت صحيفة إلموندو ذائعة الصيت أن المغرب شرع في بيع الغزوال الروسي الذي استخدمه من موسكو بكميات كبيرة خلال الأشهر الأخيرة لإسبانيا لأول مرة منذ سنة 2015. ووفق الصحيفة نفسها فإن المغرب استورد من روسيا ما يناهز 7 ملايين لتر من الغاز الروسي الذي أثار جدلا واسعا منذ أشهر في عز الارتفاع المهول لأسعار المحروقات في المغرب وما تسبب فيه من نقاش عمومي وسياسي. وتجدر الإشارة إلى أن المملكة لم تكن ضمن الدول التي رفضت استيراد الغاز الروسي عقابا لها على حربها على أوكرانيا، ما مكنها من التزود بكميات مهمة لم تنعكس على أسعار الغزوال والبنزين في المحطات بالشكل المطلوب والمأمول. ويذكر أيضا إلى أن الغزوال الروسي وصل إلى قبة البرلمان في أكثر من مناسبة، كما أنه كان محور وموضوع أسئلة كتابية موجهة إلى الحكومة خلال الأسابيع المنصرمة.